لغات الريف الأمازيغية بين التنوع الثقافي وخطر الانقراض. تعرفوا على غمارية، شاوية وتواتية. لغات الريف تعد في بعض التصنيفات فرعا من اللهجات الزناتية الأمازيغية الشمالية في منطقة الريف في المغرب، والتي تشمل تريفيت إحدى اللهجات الأمازيغية الرئيسة. يعتقد روجر بلانش 2006 أن الريفية هي مجموعة لهجات تتكون من الأصناف التالية: 1. الغمارية. أمازيغية غمارة هي لغة أمازيغية أطلسية يتكلمها حوالي 10,000 شخص في المغرب. نواحي مدينتي تطاون والشاون. يقطن أغلب الناطقين بهته اللهجة في الريف الغربي. من الدواوير التي لا زالت محافظة على هذه اللهجة دوار أمتقان وضواحيه غرب واد أورينكا. تتقارب كثيرا أمازيغية غمارة مع أمازيغية صنهاجة، ولكنها تختلف كثيرا عن الأمازيغية الزناتية بالريف، ويصعب التفاهم بينهما. من أبرز اختلافات لهجة غمارة عن اللهجة الريفية الزناتية استعمال كلمة دار عوض جار يقابلها بالعربية إلى نحو وانتهاء الجمع المؤنث بأن عوض إن. خطر الانقراض. أمازيغية غمارة مهددة بالانقراض، بالرغم من كون الأطفال أيضا يتحدثون أمازيغية غمارة، وليس فقط النساء المسنات وكبار السن بشكل عام. لا تزال أمازيغية غمارة مهددة ب10,000 متحدث فقط، ويعزى هذا الوضع السلبي لعدة عوامل. 2. لهجة شاوية. اللهجة الشاوية بالأمازيغية تشاويث تاكاوت هي لغة زناتية أمازيغية يتحدث بها السكان في منطقة الأوراس في شرق الجزائر والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من غرب تونس بما في ذلك باتنة وخنشلة وسطيف وأم البواقي وسوق أهراس وتبسة والجزء الشمالي من بسكرة. ترتبط ارتباطا وثيقا باللهجة الشناوية في وسط الجزائر. يطلق شعب الشاوية على لغتهم بالأمازيغية تشاويث، ويقدر عدد الناطقين بها بين 1.4 إلى 3 مليون شخص. الانتشار الجغرافي. تنتشر الشاوية الأمازيغية بالأساس في إقليم الأوراس الذي يضم ولايات باتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة، وبنسبة أقل في ولايات سوق أهراس وسطيف وبسكرة. تعمل حاليا العديد من الجمعيات الثقافية في باتنة عاصمة الملكة دايا آرس والأميرة فاطمة الشقراء مروانة، وسيداس بعمق أوراس النمامشة خنشلة تزوقاغت، على الحفاظ على الموروث اللغوي للمنطقة وإعادة إحيائه في ظل انفتاح السياسة الحكومية إزاء المطالب الثقافية للمجموعات الناطقة بالأمازيغية. تعد بلديات أعراش الجبايلية أولاد سلام، النمامشة، أولاد رشاش، وأعراش المحمل الكبيرة أولاد علي بن صابور، أولاد سلطان، الصقنية، الحراكتة وغيرها من المكونات أهم الناطقين بالشاوية، على الرغم من انتشار العربية في التلفزيون العمومي والإذاعة. وقد تم افتتاح إذاعات ناطقة بالشاوية في ولايات باتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة في إطار السياسة الحكومية لترقية اللغة الأمازيغية، كما أن الكثير من الفنانين في الأوراس يعملون على الحفاظ على الكلمات الأمازيغية في أغانيهم، أبرزهم ماسينيسا، علي شيبان، جمال صابري، ميهوب بن عبد السلام، يروش إيغونام، ديهية، مسعود نجاحي، مركوندا. 3. اللغة التواتية. اللغة التواتية هي لغة أمازيغية زناتية منطوقة في منطقة توات جنوب الجزائر، خاصة في تمنطيط حيث كانت قريبه عن الانقراض عام 1088، وفي تيتاف، وتقع جنوب منطقة خطاب غرارة. يعطيه إثنولوج الاسم العام زناتي جنبا إلى جنب مع لغة غرارة، لكن بلانش لديه تصنيف آخر: الغرارية، لهجة من اللغة المزابية، والتواتية لهجة من اللغات الريفية. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية موضوعنا، فإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ووضع تعليقا تشجيعا لنا، والسلام.